فانا كان بحب دايما افكر شويه لقدام. فقلت انا عشان يبقى عندي حاجه ليها قيمه لازم اعمل برودكت، اعمل حاجه تبقى ماسكه نفسها. والبرودكت ده انا كنت عايز اعمله في ايه؟ من جوانا كنت عايز حاجه يا تعليم يا صحه، يا تعليم يا صحه. يعني دي الحاجتين اللي انا كنت شايف ان احنا محتاجينهم على بلاطه. هم بعافيه عندنا شويه، هم بعافيه كده كده. الصحه انا ماليش فيها ولا انا دكتور، وبلس ان بالاضافه ان ال السيكتور او النظام الصحي او اي حاجه صحيه صعب جدا تخش فيها لو انت مش دكتور. الدكاتره عندهم حته كده ما يكونوش غير دكاتره. يعني مثال الخير انا اسلام من كذا، دكتور في ايه؟ انا مش دكتور. no. طيب انت ايه اللي جايبك بقى؟ لا كمل انا مش سامعك خلاص. وانا خصوصا اشتغلت في شركه بتعمل حاجات للحاجات الطبيه، وكنت بشوف لما الدكتور يروح يحاول ياخد الاكاونت بجد، ولما حد مش دكتور يحاول يروح ياخد الاكاونت، ده بيرجع بيه وده بيرجع له فاضي، مع ان هي نفس الشركه. هو بيتكلم لغته. الله ينور عليك. فالمهم ان ده انا مدرك ان انا كراجل مش دكتور صعب اخش في اي حاجه صحيه. وخلينا اقول بقى حاجه يا عم عشان ما بفهمش في الطب اصلا، ما ينفعش اصلا من حاجه ليها علاقه بالصحه. صح. حلوه الصيغه دي لاسباب عديده. درجه الصحه اوت. التعليم انا اصلا بحب التعليم،